هل الكافيين ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ والله إجابة السؤال ده هتتحدد على حسب حاجتين. أول حاجة المصادر اللي أنا باخده منها، تاني حاجة الكمية اللي أنا باخدها منها. مصادر الكافيين كتير جدا، مصادر كويسة ومصادر مش كويسة. المصادر الكويسة أو الطبيعية اللي ربنا خلقها زي اللي موجودة في الشاي، اللي موجودة في القهوة، اللي موجودة في الماتشا. وبرده الكافيين موجود في حاجات تانية مضرة جدا، زي ايه؟ زي مشروبات الطاقة اللي هي زي الريد بول والستينج والحاجات اللي فيها نسبة من الكافيين عالي جدا. على حسب انت هتاخده منين هيكون ضار معاك ولا مفيد. لو انا باخده من مصادر الطبيعية زي الماتشا والقهوة والشاي وباخدهم بالكمية المعقولة، لا هيكون مفيد جدا، هيكون مفيد لصحة القلب، للتركيز وللذاكرة، وكل فوائد القهوة والكافيين هقدر اخدها. انما طبعا لو اخدته من المصادر المضرة دي اللي هي زي الريد بول ومشروبات الطاقة، لا هيكون بكميات كبيرة، هيكون ضار جدا على صحتي، هيحصل ادمان ليه، هيكون طول الوقت هيجيلي كريفنج ليه، مش هبقى قادرة احس ان انا قادرة انجز حاجة او اخلص حاجة عليا غير لما اخد واحدة ريد بول كده تفوقني عشان تديني باور وطاقة ان انا اشوف اللي ورايا. هفضل طول الوقت كده، طول الوقت حاسة ان انا عشان اركز بشكل طبيعي هفقد تركيزي بشكل عام. كل ما ابقى عايزة اركز او احس ان انا ورايا حاجة حتى لو صغيرة هجري اخد الريد بول. فعشان كده ما ينفعش نكتر من الحاجات دي. او في شباب كتير حياتهم ضاعت بسبب عودة بحياتهم بسبب الكافيين العالي، وطبعا هيأثر على القلب عندي، سرعة ضربات القلب هتبقى عالية جدا. ياما ناس الحاجات دي سببت لها أزمات صحية كبيرة جدا. الناس فاكرة ان الموضوع تأثيره لا بسيط او الكلام ده، لا خالص خالص خالص. انا كده فرقت لك ما بين النوع الكويس والنوع الوحش. في ناس يا جماعه والله بتاخد 3 ريد بول في اليوم، دي كارثه. ريد بول فيه كافيين عالي جدا، مشروبات الطاقه فيها كافيين عالي جدا. فانا كده فرقت لك ما بين النوع الكويس والنوع الوحش، وانت بقى اختار، شوف انت هتاخده منين. من بعد سن التلاتين، من بعد سن التلاتين ده يعتبر المرحلة الكريتيكال اللي لازم أبدأ أخد بالي فيها من كل حاجة داخلة جسمي وخارجة جسمي، لأن من بعد سن التلاتين دي الفترة اللي البيك بتاع الهرمونات خلاص بقى وصل لأقصاه وهيبدأ يقل. هبدأ لازم أشوف لو محافظتش على الكلام دوت من بعد كده صحتها تبدأ تتدهور ومش هتبقى بكفاءة الأول، بكفاءة العشرينات اللي احنا بنقول عليها الجولدن ييرز. دي أول حاجة. عشان كده بدخول التلاتينات كتلتي العضليه بتبدا تقل. في ناس بتقول لا لسه بدري ولسه مش عارف ايه، لا بتبدا تقل بس بنسبه بسيطه لو انا ما حافظتش عليها. يعني لو انا ما حافظتش على كتلتي العضليه هتبدا تقل. اسهل فتره اقدر اعمل فيها فورمه هو سن العشرينات، واقدر برضو اعمل في سن التلاتينات، بس من المفضل ان انا اعملها في سن العشرينات واحافظ عليها في سن التلاتينات والاربعينات من وانا طالعه. انما لو اهملت الدنيا بعد كده هيبقى من الصعب ان انا اعملها. طيب عشان ما افقدش كتله عضليه واخد بالي قبل ما يفوت الاوان، لازم يبقى في حاجتين اساسيين اعملهم. اول حاجه ان انا اتمرن والعب رياضه، تاني حاجه ان انا اخد نسبه بروتين كافيه لاحتياج جسمي من جرام ل 2 جرام لكل كيلو جرام. يعني لو انا وزني 70 اخد من 70 ل 140 متوزعين طبعا على الوجبات. وطبعا برضو على حسب اللي انا بتمرن هاخد نسبه قد ايه او ولا ما بتمرنش، واحاول اخد البروتين من مصادره الطبيعيه الكويسه عشان خاطر اقدر اعمل فورمه واحافظ عليها بمرور الوقت. انما لو اهملت مش اي نعم مش هحس في وقت ال30 قوي، بس اول ما تدخل عليا بقى الاربعينات والكلام ده هحس جدا، وهيبقى من الصعب ان انا اعمل فورمه او ان انا اعمل كده. فدول اكتر وقت لازم تحافظ فيه على صحتك وتنتبه انت بتدخل ايه في جسمك، لانها زي ما بيقولوا كده الفرصه الاخيره، مش لسه بدري ولا حاجه عشان الوقت ما يعديش ونندب بقى بعد فوات الاوان.